السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل مع بعض حاجة حلوة كده، يعني صنف كده من الحاجة حلوة، حاجة بسيطة كده، كنافة بالقشطة. بس هزود عليها شوية حاجات كده، يعني هتديها طعم اكتر. انا معايا معلقتين نشا. دي القشطة الكدابة الاول بحطها يعني اعملها الاول تبرد على بال ما اعمل الكنافة. ده معايا نص كيلو لبن، معايا معلقتين نشا، معلقتين كريم شانتيه، معلقتين جوز الهند. جوز الهند بقى في القشطة بيبقى طعمها جميل بصراحة، أول مرة أجربها فلقيتها ماشية، يعني طعمها حلو أوي. وقلت معلقتين الجوز الهند، والمعلقتين نشا، وعلى نص كيلو لبن، على معلقتين كريم شانتيه أو لبن بودر اللي انت عايزاه. وحطيت كل دوت على النار، على نار هاديه كده، وايديا ايه فيه. انا معايا الكنافه، هي مش ما كانتش متلجه قوي يعني، بس ماسكه ببعضها. بس السكينه اللي هي بتاعت التورتايه ديت، السكينه اللي هي المشرشره دي، قطعتها يعني نصيحه، قطعي بيها حتى لو الكنافه مش جامده معاكي، يعني مش ناشفه معاكي في الفريزر ولا حاجه، هتتقطع معاكي بسرعه وبسهوله. حلوه السكينه المشرشره في كده يعني. انا حطيت على الكنافه، حطيت سمنه بلدي، وحطيت اي نوع سمنه انت بتحبيه، وحطيت عليها 3 4 معالق سكر مكتر. انا بحب السكر شويه في الكنافه. وحطيت ورقه فانيليا، بتديها طعم حلو برضه، بتبقى في قلب الكنافه كده. انا بقى دعكت كله في قلب بعضه كده. ودي معايا صينيه، نص كيلو الكنافه دول بيجي معايا على صينيه 28، بتيجي معايا بالظبط يعني، مظبوطه بالظبط. هحط الكنافه كده، الرق اللي تحت بتقله شويه، اللي فوق الرق اللي فوق يعني ما بخلوش كتير، ما بخلوش سميك يعني. هو اللي تحت بس اللي بخليه سميك. يعني بحطي في النص كيلو، وزعيه بقى زي ما انت عايزه، بس خلي الاكتر في الرق اللي تحت، يعني اكتريه الكنافه في الرق اللي تحت. انا بحاول ان انا ايه اعمل كده حروف. هجيب صينيه اصغر منها شويه، بصوا احاول ان انا ايه تكي بقى على قد ما تقدري كده شويه، بحيث ان هي ايه يعني تطلع بصوا بقى استوت ازاي، تطلع القطعه بقطعتها كده يعني، ما تفرولش منك الكنافه ولا حاجه. المهلبيه معانا اهي، حطيت عليه ورقه فانيليا تاني على المهلبيه. وانا حطيت هما ورقتين فانيليا، واحده على المهلبيه وواحده على الكنافه. وحطيت معلقه قشطه، معلقه قشطه عادي وش اللبن، كانت على على المهلبيه برضه. بحاول ان انا بس ما اجيش عندي الحروف كده. بس المهلبية ناعمة وسايحة ازاي، ولو جامدة برضه هتبقى مجرد ما تخش النار هتسيح معاكم. يعني لو المهلبية ماسكة نفسها شوية كده ما تخافيش، يعني ما تقلقيش، هتبقى برضه سايحة معاكي. يعني مش ان انت تقولي مثلا ان المهلبية قفشت مني كده، هتبقى يعني تبقى ناشفة برضه في الكنافة. لا لا لا، ما تخافيش. انت عايزة تلحلحها بشوية لبن كده، ما يجراش حاجة يعني. انا بحاول اعمل جناب للصينيه كده، عشان المهلبيه ما توصلش على الحروف تتلسع ولا حاجه. وانا كده كده طبعا هقلبها، عشان ما ايه اجي اقلب ما تتقلبش معايا، تمسك في الجناب كده هتتبهدل وهي محشيه. هو الافضل، بس لو يعني تعرفي ان انت ما تقلبيش الكنافه ما دام محشيه، عشان ما تفرولش مني. بس انا بقى عاملاها يعني ان انا ايه، اولا يعني لو انت اول مره تعمليها ما تقلبهاش، خليها خلاص هو وش من فوق ومن تحت وخلاص. اما لو متمكنه كده يعني وربنا يسترها يعني ان شاء الله، تقلبيها زي ما انت عايزه. انا حاولت ان انا مش طبعا مش هينفع ان انا اضغط زي ما ضغطت في اول مره. هو بايديا كده بس ايه، بايديا بجسكس كده على الصينيه، تحسي ان هي ايه تبقى مستويه معايا حته واحده. انا بحطها على الرف اللي في النص، ما بولعش شويه. ادي قلبتها اهو. بصراحه لما قلبتها كده يعني ايه، قلت فاتحه شويه بس ايه، ده الكاميرا ظلموها يعني. لونها لما حطيت العسل لقيت اللون الجولد ده، يعني بصوا شكله بتشرب العسل معايا ازاي. يعني صينية كنافة والله ما قادرة اقول لكم جمالها وريحتها.
وكلها على بعض. انا هقطع قدامكم كده سلايزات كده بالسكينه. عايزه اوريكم بس من جوه هي ناعمه ازاي، والسكينه بصوا اكني بقطع بسبوسه والله مش كنافه. بص هي ناعمه، مش يعني مش ايه، مش مستحمله السكينه حتى. اللي وصل بقى لحد هنا يا ريت يحط لي لايك واشتراك في القناه. يعني قاعدين بنتعلم من بعض كده وفرحوني بكومنتاتكم الجميله دي، وربنا يخليكم ليا، ومتشكره ليكم قوي والله. بصوا بقى ناعمه ازاي، بصوا الكريمه بتبوظ كده من الناحيه التانية، والله ناعمه مش قادره اقول لكم، وريحتها جميله. انت بقى عايزه تزودي زودي.